كيف يمكن لضبط سن الزواج في 18 سنة أو 16 سنة من الحد من ظاهرة تزويج القاصرات، وكيف سيساهم تشديد العقوبات على الحد كذلك من التغرير بالقاصرات؟ ما هو دور القضاء وكيف يمكن أن يغير القانون من الواقع؟ هذه الأسئلة تجيب عنها ضيفتا فقرة الحوار الأسبوعي. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في فقرة الحوار الأسبوعي، ويسعدنا أن نستضيف في هذا الأسبوع الأستاذة سعدية زكي، نائبة عن حزب العدالة والتنمية، عضو لجنة العدل، والأستاذة سليمة فارجي عن حزب الأصالة والمعاصرة، عضو لجنة العدل كذلك. نناقش في هذه الحلقة تعديل قانونين مهمين يتعلقان مدونة الأسرة وبالقانون الجنائي لتحديد سن الزواج ولتشديد العقوبات على الاعتداءات التي تتعرض لها القاصرات. نبدأ معك أستاذة سعدية. أستاذة سعدية، أنتم في لجنة العدل كاين نقاش حول سن الزواج، موقف يسير في اتجاه تبني 18 سنة كسن للزواج، وهناك مواقف أخرى تقول بأنه يمكن في استثناءات أن يسمح بالزواج في سن 16 سنة. إلى أين يسير موقف العدالة والتنمية في اللجنة؟ شكرا لك سي مستعد، شكرا للطاقم المشرف على هذا البرنامج. نعم، نحن اليوم في لجنة العدل والتشريع ناقشنا مقترحي قانون. المقترح القانون الأول يتعلق بتسميم وتغيير مقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة، والمقترح الثاني يتعلق بتغيير وتسميم الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي. بطبيعة الحال كما كتعرفوا المقتضيات ديال المقترح القانون الأول المتعلق بالمادة 20 من مدونة الأسرة، كاين واحد جاب 3 ديال المضامين اللي فيهم تغيير. المضمون الأول كيتعلق بتحديد سن الزواج في 16 سنة، هو كحد أدنى، تحديد سن الزواج كحد أدنى في 16 سنة. ثم كذلك المضمون الثاني يتعلق بضرورة وجوبا استعانة القاضي المكلف بالزواج بالخبرة الطبية وبالبحث الاجتماعي. ثم التعديل الثالث اللي جا به المقترح ديال القانون ديال 475 لا باقي في المادة 20، هو فيما يتعلق بمراعاة القاضي لسن تقارب الزواج بين طرفي الزواج، تقارب السن بين طرفي الزواج. أما فيما يخص المقترح القانون الثاني المتعلق بالفصل 475، يعني هذه النقطة ديال سن الزواج أنتم في العدالة والتنمية تقول بأنه ينبغي الإبقاء على الحد الأدنى 16 سنة. فعلا نحن بالنسبة لنا في فريق العدالة والتنمية نحن نتجاوب بشكل كبير مع هذا المقترح فيما يخص تحديد الحد الأدنى لسن الزواج في 16 سنة. وأنا غنقول لك علاش. أولا هذا استثناء، والاستثناء بطبيعه الحال ما خصناش نتوسعوا فيه، خصنا نضيقوا منه. ولا ضيقنا منه خصنا نضيقوا بواحد السنه او سنتين اقل من 18 سنه، بمعنى 17 سنه ولا 16 سنه. حنا كيبان لنا في 16 سنه هو الاقرب، والأقرب لأن الواقع كيفرض المسألة ديال 16 سنة. نسمعوا الأستاذة سليمة. إذا بالنسبة لكم التوجه العام أنتم كفريق العدالة والتنمية، أين يمكن أن يمشي فريقكم بالنسبة لسن الزواج مثلا؟ نعم، شكرا على الاستضافة. مرحبا. الأستاذ مستعد، كما أشكر الطاقم المشرف على الإخراج. بالنسبة لنا احنا في فريق الأصالة والمعاصرة كتعرفوا بأننا احنا في المعارضة، وحنا في لجنة العدل والتشريع نناقش مقتضيات هذا القانون، يعني تغيير وتتميم الفصل 20 من مدونة الأسرة. هذا الفصل الذي أثار جدلا كبيرا على إثر الواقعة اللي كتعرفوها ديال المرحومة أمينة الفلالي، وما أثاره الفصل 475 من القانون الجنائي واللي مرتبط بهذا الفصل 20 من مدونة الأسرة. بالطبع كتعرفوا بأن الزواج هو ميثاق تراضي وترابط شرعي، الغاية منه هو إنشاء أسرة على أسس متماسكة
وتحت مسؤوليه الزوجين، لان المدونه اللي كانت قفزه نوعيه في 2004 اصبحت المسؤوليه مشتركه بين الزوج والزوجه. كنجيو نلقاو هذا الفصل 19 لابد باش نرجعوا للاصل اللي هو الفصل 19. الفصل 19 اللي كيحدد الزواج بالنسبه للفتى والفتاه في سن 18 سنه شمسيه كامله. ثم ياتي الاستثناء اللي هو موضوع المناقشه ديال الفصل 20 اللي هو كيعطي الاستثناء للقاضي باش ينزل على سن 18، لان الاصل هو 18. القاضي يمكن له يسمح في حالات معينه يعني بعد اجراء بحث اجتماعي وخبره طبيه وموافقه الولي، يعني باش يمكن له. ولكن لما بالطبع نحن حداثيين وكنعرفوا بانه منفتحين على القيم الكونيه، نعرفوا بان الزواج في سن مبكر يعني كيخلق واحد السياق عام وما يمكن ما يؤديش للنتيجه المتوخاه اللي هي بناء اسره متماسكه وصالحه، لان قاصره دون سن 18 سنه ما غاديش تمكن انها واغتصاب واحد الحق مشروع اللي هو ديال الطفوله وديال التمدرس. نعم. وزير العدل في النقاش في اللجنه قال بانه سيكون من الصعب ان نحدد سن الزواج حصريا في 18 سنه، لان المجتمع لن يساير هذا الاتجاه. من جهه اخرى الجمعيات الحقوقيه بشكل عام تقول بضروره مراجعه شامله وليس جزئيه فقط لقوانين الاسره، لقانون الاسره وللقانون الجنائي. رايكم استاذه سعديه؟ نعم، هو فعلا السيد وزير العدل اشد على هذه المساله فيما يخص ان لا يمكن من الوهله الاولى او بين عشيه وضحاها اننا نجيو نغيروا واحد الفصل ونحيدوا واحد الفقره واحد الفصل اللي هو الفصل 20 كاستثناء، نحيدوه ونخليو فقط الماده 19. الماده 19 اللي هي المبدا العام. هذا لا يمكن، لان الواقع الان حنا ما خصناش نجيو للواقع ديالنا. الواقع ديالنا حنا كنشوفوه بشكل يومي على ان واحد مجموعه ديال المناطق من المغرب اللي كتعيش الهشاشه، كتعيش الاقصاء، كتعيش التهميش، كاين ظروف اقتصاديه، كاين ظروف اجتماعيه، كاين هدر مدرسي، كاين الاميه اللي كتفشى في النساء بواحد النسبه اللي اكثر من 60%. نسبه الاميه على الصعيد المغربي فيها 30. كيقول بانه فرق بين الواقع في المدينه والباديه بعد حنا ما كنشرعوش فقط في المدينه، وان كانت المدينه حتى هي فيها الطلبات ديال التزويج القصير فيما يخص 16 سنه و17 سنه، ولكن حنا ما كنشرعوش فقط المدينه، حنا كنشرعوا حتى العالم القروي، وكنشرعوا ايضا المناطق الجبليه، وكنشرعوا ايضا المناطق اللي عندها واحد الحيثيات اللي كتعرف ظروف اقتصاديه واجتماعيه هشه اللي ما يمكنش لنا اننا اليوم حنا كنشرعوا لفئه معينه دون فئه اخرى. سيده النائبه، التعقيب هو أنه لا يمكن أن نحمل يعني نحن فعلا كمشرعين، لأن إبان صدور مدونة الأسرة في 2004 نرجع للخطاب الملكي كيقول لنا نحن بصفتنا لا نشرع لفئة معينة من المغاربة، ولكن كيتطرح مشكل ديال مسؤولية الدولة. الدستور الجديد الدستور يعني ما خصناش نبقاو على قاعدة إبقاء ما كان على ما كان، لأن الدستور الجديد كيحمي الطفولة. هذا يعني إلا حاولنا أننا نزوجوا في سن مبكر ونمشيو للهشاشه كاسباب الهشاشه والاقصاء، يعني غنتخلاو على الدور ديالنا، لان خص منظومه تربويه، خص تكوين، خص يكون اراده قويه على ان في هذاك السن البنت تكون يعني بحال يكون تمدرس، يكون الطفوله. يعني هذا المساله ديال وحتى بالنسبه راه اثبتت التجربه ان الزواج في سن مبكر كيكون فاشل. بالنسبه للممارسه ديالكم انتم في الواقع، القضاء كيف يتعامل مع هذه الملفات هذه؟ كيف كتشوفوا انه يكون تشديد ديال الشروط للترخيص بالزواج في سن 16 سنه؟ واش القاضي كياخذ بعين الاعتبار الظروف والشروط؟ مع الاسف يعني ما الاستاذه احنا في نفس المهنه. تطبيق الفصل 19 في الفصل 20 بالطبع ما كانش فيه نهائيا، ما كانش مشروط بعد. كان خبره طبيه عاديه، يعني نموذج ديال الخبرات، يعني شهاده طبيه ماشي حتى خبره طبيه. نعم. كان ممكن تكون ان كوليجيال يعني خبره ثلاثيه، كان يمكن يعني بحث غير شكلي، وكان يعني كل قاضي يمشي حسب هواه، يعني ما كانش مسائل الضوابط اللي كانت كتحدد بالطبع، لان الشهاده الطبيه ما غير كافيه. الواقع نوه لي ونشير لي الواقع والقضاء اللي بغيت نشير لي هو انني كنوه بوزاره العدل والحريات، لانها كترسل دائما كتوجه مناشير القضاة الساده القضاة باش بحسن تطبيق الفصلين 20 19 و 20 و 21 لان 20 هو اللي فيه الاستثناء، 21 هو اللي كيشير للمساله ديال حضور القاصر وتوقيع القاصر على ولكن الواقع
كاين الاصل هو هذا. حنا ما يمكنش نقولوا ان المحاكم ديالنا كتعرف واحد الزحام كبير فيما يخص الملفات ديال طلبات الاذن بالزواج قاصر، وعندنا معطيات ديال وزاره العدل اللي كتقول لك بان طلبات الزواج القاصر فيما يخص 16 17 سنه في السنوات الاخيره 5 سنوات الاخيره بلغت الى 144364 طالب. وما يخص طلبه الزواج القاصرات اللي كيبلغ السن ديالهم 16 سنه بلغت في السنوات الاخيره 5 سنوات الاخيره الى الرقم ديال 55967 طالب متزايد. طيب بالطبع في سنه 2011 طلب متزايد. النسبه ديال القبول ديال القضاة، النسبه ديال القبول من هاد الطلبات القضاء المغربي كم يقبل من هاد الطلبات يعني؟ اللي بتشير له هو انه ما يمكنش نحملوا المسؤوليه النص القانوني، وما يمكنش نحملوا المسؤوليه الممارسه القضائيه. الممارسه القضائيه كاينه عوامل كثيره وكبيره كتدخل في هذه المساله ديال الزواج القاصرات، ولكن اللي لبسناه من خلال عمل الساده القضاة هما انهم فعلا كيرفضوا التزويج ديال القاصرات، كيرفضوا التزويج القاصرات لان شنو كيراعيوا المصلحه الفضلى للقاصر. المصلحه الفضلى للقاصر من ما كتكونش حاضره بطبيعه الحال، ما كتكونش الاسباب المبرره لهذا التزويج القاصر بطبيعه الحال القضاة ما كاينش الا استثناء في بعض المناطق اللي فعلا كيتباهى فيها الساده القضاة مع الحيثيات المحليه. بالنسبه للماده كيكون استجابه لطلب الزواج القاصر 475 اللي هي عندها علاقه بطبيعه الحال بسن الزواج، الاتجاه اذا في الماده هو التشديد ديال العقوبات، يعني التغرير بالقاصرات يمكن يؤدي الى 30 سنه سجنا. يعني كيفاش كتشوفوا انه هذا تشديد العقوبات يمكن له يغير واحد الواقع معين؟ طبعا احنا في اللجنه ناقشنا هذه المساله باسهاب، وما يجب ان نشير اليه هو انه يجب ان نفرق بين الاغتصاب والتغرير بالقاصره، لان الفصل 475 يتعلق بالتغرير وليس بالاغتصاب. الفصل المتعلق بالاغتصاب توصل فيه العقوبه الى 30 سنه في ظروف التشديد في حاله الافتضاض وفي حاله القاصر. ولكن هذا الفصل 475 اللي اثار الكثير من الجدل هذا كيتعلق بالفقره الثانيه اللي كانت تسمح للقاضي انه في إذا قبلت القاصر والولي ديالها يعني الزواج يمكن أن نستصدر ماشي القاضي الجنائي الذي يزوج، نستصدر الإذن من قاضي الأسرة الذي يمنح الإذن بتزويج القاصرة. الآن التعديل يمنعوا هذا السماح، التعديل غادي يسمح، ولكن الارتباط اللي تشوفوا الارتباط المنطقي والعقلاني هو أنه في حالة إذا كانت سن الزواج محددة أصلا في 18 سنة طبقا للفصل 19 وحذفنا ذاك الاستثناء ديال باش ننزلوا على يعني كاع هذيك الفقره الثانيه ما تبقاش عندها موجب، ما يبقاش. علاش؟ لان هذيك الفقره الثانيه من 475 كتشير للتزويج القاصره دون 18 سنه. سيده سعديه في هذه النقطه هذه نعم، فيما يخص كما كنتفق مع الاخت سليمه فيما يخص ان الفصل 475 ما كيشيرش للمساله ديال الاغتصاب بتاتا. 475 كيشير فقط للاختطاف والتغرير بالقاصر اللي كيقل السن ديال على 18 سنه أو بدون عنف وبدون تهديد. مع المحاوله، مع فعل المحاوله، يعني اما المحاوله اما الفعل المادي لهذه الجريمه هذه. وبالتالي فاننا ما يخص الاغتصاب كتنص على ماده اخرى من مدون القانون الجنائي هي الماده 486 هو الفصل 486. فيما يخص التعديل اللي جا به هذا المقترح قانون هو فيما يخص حذف الفقره الثانيه. نحن نتفق مع هذه المساله بضروره حذف هذه الفقره، لان في هذه الفقره افلات للجاني من العقاب، كنعطيو فرصه باش يفلت من العقاب وبالتالي ما كيتحققش معاه الردع العام ولا الردع الخاص. الردع الخاص اللي هو كمجرم ولا الردع العام بصفه عامه باش يكون قدوه مثلا للمجتمع. القضيه ديال الشابه امينه الفيلالي ما كانش العقاب في هذه الحاله هذه ديال الانتحار، وفي حقها ما يمكنش في هذا النقاش نحصروا فقط المشكل في المشكل ديال المرحومه امينه الفيلالي. هو هذا المشكل مشكل مجتمعي، ظاهره مجتمعيه، وهذا اصبح مزعجا الان لنا في المجتمع، لان اصبحت الرقم ديال التغرير والاختطاف ديال القاصرين واحد التزايد. وبالتالي احنا ما يمكنش نحصروا فقط هذا المشكل في المشكل ديال المرحومه امينه الفيلالي. يعني هذه النقطة هذه أستاذة يمكن لا هو ضوء هذه الانتحار أو لا هذيك الانتحار تأثير يعني القانون على الواقع، تأثير، لأن القانون كينبع من الإرادة نتاع المجتمع. ولهذا نحن نصر على مثلا الفصل 32 من الدستور ينص على إنشاء المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة في الفصل 167 من الدستور. هذاك المجلس الاستشاري اللي كننتظروا باش يصدر القانون ديالو يعني غيرسم الخطوط العريضة للأسرة والسياسات العمومية في هذا المجال. اللي يمكن هنا كان ممكن يعني لأن هذه المسألة ديال زواج القاصرة تطرح بشدة. لماذا؟ لأن كنحرموا واحد الشريحة من التمدرس، من البرامج التكوينية، من المسائل اللي يمكن نتفاداوها. أما المشكل ديال أمينة الفيلالي يعني تطبق فيها الفقرة الثانية من الفصل 475 لكون الفصل كيسمح
للقاضي باش انه يعفي من العقاب في حاله الزواج. شكرا. نكتفي بهذا القدر مع اسف لضيق الوقت. شكرا لضيفتينا للاستاذه سعديه الزكي عن حزب العداله والتنميه عضو لجنه العدل، والاستاذه سليمه فارجي عن حزب الاسرار والمعاصره عضو لجنه العدل، على تفضلهما بالمشاركه معنا في هذا النقاش.